وبيعزم داريل وزوجته اصحابهم عشان يشوفوا كيلفن اللي بيفكروا يتبنوه، وبيشوفوا كيلفن فيستغربوا من شكله، وبيتريق واحد منهم عليه، فلما يروح عشان يلاعب كيلفن بيضربوا كيلفن كف جامد، وبيجي واحد تاني ويهزر مع كيلفن ويمسكه من مناخيره، فيمسكوا كيلفن من مناخيره جامد ويكون هيكسرها له. وبعد ما بيمشي الضيوف بينام كيلفن في سريره، وبيقرر انه يفضل صاحي عشان يسرق الماسه لما كلهم يناموا، بس عينه بتروح في النوم، بس بيصحى في نص الليل ويروح عشان ياخد الماسه من شنطه فينيسيا، وفعلا بياخد شنطه فينيسيا ويتصل ببيرسي عشان يجي ياخده من بيت داريل، بس بيجي ابو فينيسيا ويقفش كيلفن وهو بيتكلم في التليفون، فيعمل كيلفن نفسه طفل، بس بيجي داريل وياخد كيلفن عشان يرجعه على سريره، وبيجهز داريل لكيلفن لبن، فيبدا يحس كيلفن بالاهتمام والحب اللي اتحرم منه قبل كده. وتاني يوم الصبح بيكون كيلفن بيتفرج على برامج الاطفال، بس ابو فينيسيا بيجي ويغير المحطه ويجيب الاخبار اللي بتكون جايبه خبر سرقه كيلفن للماسه، فيفضل كيلفن يعيط لغايه لما تغير فينيسيا المحطه لكيلفن، وما بياخدوش بالهم من خبر سرقه الماسه، وبتروح فينيسيا على شغلها ويجي داريل عشان يلعب كيلفن، فيضربه بالطاسه على راسه فيفقد الوعي، ويسرق كيلفن شنطه فينيسيا، ولما بيجي يخرج بيلاقي فينيسيا راجعه عشان تاخد شنطتها، فياخد كيلفن الجوهره من الشنطه ويحطها في شنطه اطفال عليها بطه، وبتاخد فينيسيا شنطتها وبيفوق داريل وبيكون ناس اللي حصل، وبياخد داريل كيلفن ويروحوا الحديقه وبيلعبوا مع بعض هناك، بس في كل لعبه بيتضرب داريل، وبيقابل داريل اصحابه ويقعد يتكلم معاهم. في الوقت ده بيلعب كيلفن مع الاطفال على فلوس وبيقدر ان يكسبهم كلهم، وبعد كده بيجي بيرسي الحديقه لكيلفن ويروحوا عشان ياخدوا الماسه من شنطه الاطفال، وبتكون شنط الاطفال كلها شبه بعض وعليها بط، بس بيشوفوا اصحاب داريل فياخد بيرسي اي شنطه ويهرب بسرعه قبل ما يمسكوه، بس بتكون الشنطه اللي خدها بيرسي بتاعت واحد من اصحاب داريل. وبعد كده بيحط داريل الشنطه في العربيه ويعيط كيلفن عشان ياخد مفاتيح داريل، ولما ياخد كيلفن المفاتيح بيجري بسرعه بالعربيه، فيفتكر داريل ان في حد خطف كيلفن منه،